عملنا مع بعض يا حبايبي النهارده تفريز الملوخيه بطريقه بسيطه تفرزيها تقعد معاكي من سنه للسنه زي ما هي كده في قلب الفريزر ما يحصلهاش حاجه. يا رب تعجبكم الطريقه، خشوا الفيديو وشوفوها. احلى تفريز ملوخيه بورقها زي ما هي كده، خشوا الفيديو وشوفوها ان شاء الله تعجبكم. بصوا يا حبايبي، انا بمسك باخد الورده بالعنقود بتاعها كده، عشان العنقود ده هو اللي بيدي طعم حلو قوي للملوخيه، سواء في الخرط او تضربيها في الكبه. فانا باخد الورده بس، باخدش ورقه ورقه، لا باخد الورده كده على الوش كلها كده، وبعدين اخد الورق اللي تحت كده بالعنقود بتاعه. هخلص بقى طرطفه ونخزنه مع بعض. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا قطفتها وسبتها تهوي تحت المروحه. هفضل بقى اجيب الاكياس واعبي كده كيس، احط فيه الكميه اللي انا تكفيني، يعني علشان تاخدي منها تنزليها في الشوربه وهي سخنه، وتضربيها بالهاند بلندر او بالكبه او بالخلاط، فما تحطيهاش تفك. هي بتنزل كده كتله كده زي ما انا هعملها كده، تنزليها متلجه بتلجها كده على المرق على طول، بيقعد معانا كده بالسنه اهو. بعبي الكيس كده وبضغط عليه عشان اطلع منه الهواء واربطه واعمل غيره. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، انا هو عبيت كيسين وهكمل تاني بقى مع نفسي. الكميه اللي انت عاوزاها تعمليها، والكميه اللي انت تكفيكي حطيها في الكيس عشان بتطلع من الكيس على المرق على طول السخن. دي كده تفريز الملوخيه بطريقه بسيطه، بتجيبيها تغسليها وتهويها وبعد كده تعبيها في الكيس على قد ما هتعمل. يا رب تعجبكم الطريقه دي يا حبايبي.